قال الله جل وعلا: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون إن هذا لشيء. وقال الله جل وعلا: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم. هذا ذكر العلماء فيه أن كفار قريش لما بدأ الإسلام يتزايد عددا في أفراده عمدوا إلى أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بعد قد مات، فلجأوا إليه وهو شيخ كبير على ما تعرفه العرب في سنن لقاءاتها أنهم يعظمون ذا الشيبة منهم. فعمد صناديدهم إلى أبي طالب قائلين له: حل بيننا وبين ابن عمك، فإنه ما زال يسفه آراءنا ويعيب آلهتنا. فبعث أبو طالب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف، أي أبو طالب، ما له من مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو طالب والجمع حاضر: يا ابن أخي، هؤلاء قومك فلا تمل عليهم كل الميل. فقال: يا عماه، لا أطلب منهم إلا كلمة واحدة إن أعطوني إياها تدين لهم بها العرب ويملكون العجم. فقال له أبو جهل: وأبيك ونعطيك 10، أي ليس فقط كلمة واحدة بل نعطيك 10. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: قولوا لا إله إلا الله. فخرجوا من عنده ينفضون ثيابهم ويقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أيها المبارك، ينبغي أن تعلم أن لفظ وقول ودين وملة وكلمة لا إله إلا الله هي ما من أجله خلق الله جل وعلا الجن والإنس، ومن أجله خلق الله السماوات والأرض، ومن أجله تنصب الموازين يوم العرض، ومن أجل هذه الكلمة العظيمة بعث الله الرسل وأنزل الله جل وعلا الكتب. ومن أعظم القرائن، وهذا يكفي على أن هذه الكلمة عزيزة جدا على الله، أن المنافقين وهم يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، وأعظم الناس عداوة لنبينا صلى الله عليه وسلم، عصمت هذه الكلمة دماءهم. فلعظيمها عند الله عصمت هذه الكلمة دماءهم، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. فهذه الكلمة حالت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يسفك دماءهم، مع أنهم كفار حقا. بل إن الله جل وعلا يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وفي قضية أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما وجد رجلا من أهل الكفر يقتل في أهل الإسلام، فقدر عليه أسامة ورفع عليه السيف، فلما رأى الرجل شعاع السيف قال: لا إله إلا الله. ففهم أسامة وفقه أن الرجل ما قالها إلا من شعاع السيف، لأنه لتوه يقتل في المسلمين، فقتله. فلما علم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معاتبا لأسامة: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ثم قال له وهو أسامة من أحب خلق الله إليه، قال له: كيف بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ من هنا يعلم العبد عظيم هذه الكلمة عند الله جل وعلا. هذه الكلمة أول ما يطلبه المؤمن إذا غرغرت روحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كما أن هذه الكلمة هي ما يسأل عنه العبد في قبره، فإن الأصول الثلاثة المنصوص عليها سؤالا في القبر إنما عن هذه الكلمة. وهذه الكلمة هي التي القسيم الأعظم بين أهل الجنة وأهل النار. فالفارق الأعظم المجمع عليه بين أهل الجنة وأهل النار أن أهل الجنة يشتركون، أنبياءهم يختلفون، الشرائع تختلف، الأعمال والإقبال عليها يختلف،
لكنهم يتفقون جميعا أنهم كانوا جميعا في الدنيا يؤمنون بلا إله إلا الله. والكفار الذين في النار عياذا بالله يختلفون في الرسول الذي كذبوه والإثم الذي اجترموه، لكنهم يجتمعون في شيء واحد، أنهم ردوا على الله كلامه ولم يؤمنوا بلا إله إلا الله. قال الله عنهم: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لا يمكن أن تكون الحياة حياة طيبة إلا إذا كان المؤمن يحيا ويموت ويتعبد ويتلذذ بقول لا إله إلا الله. إذا كان العبد ليس في قلبه أحد أعظم من الله، إذا كان العبد يدرك أنه لا شيء يدبر في الملكوت الأرضي، وأن كل شيء إنما يدبر في الملكوت الأعلى، وأن الله جل وعلا وحده من يدبر الأمر ويخلق الخلق ويبسط الرزق، وأنه وحده دون سواه المستحق جل وعلا للعبادة. من أعظم معاني لا إله إلا الله أن تعلم أنه لا ينبغي لك ولا لغيرك أن يعبد أحدا غير ربه. من معاني لا إله إلا الله أن تفقه أن المرء يستحي وهو يعلم أن الذي خلقه هو الله، والذي يرزقه هو الله، والذي أحياه هو الله، والذي يميته هو الله، والذي يبعثه وينشره هو الله، ثم مع ذلك عياذا بالله يصرف شيئا من العبادة إلى أحد غير الله. ومن معاني هذه الكلمة أن يعلم، أن يشعر الإنسان بالتلذذ وهو واقف بين يدي الله، إن كان في صلاته أو كان خارج صلاته. يجب أن يعظم الإنسان الكلمة، وشيء آخر أن يعظم حاملها، أن يعظم من في قلبه لا إله إلا الله، أن يعظم من يغلب على الظن أنه معظم لهذه الكلمة الجليلة التي تعبد الله بها الخلائق. وأنت تدخل المسجد وترى من سبقك إليه قبل أن تزاحمه، قبل أن يدخل فيك شيء من الكبر، تأخرت في الحضور تطلب مكانا سابقا في الدخول، قبل أن تفكر في لونه أو جنسيته أو منصبه أو ثيابه أو ماله أو جاهه، تذكر أن في قلبه لا إله إلا الله. كلما كان تعظيمك لمن عظم هذه الكلمة جليلا، هذا يدل على أنك تعظم ربك الذي تعبد الخلق بلا إله إلا الله. والله لو أن الناس يعظمون من يعظمون على مقدار تعظيمهم لهذه الكلمة لنالوا من الله خيرا عظيما. ووالله إنني أقسم أن أرفع الناس مقاما عند الله من عظم هذه الكلمة في قلبه وعظم من يحملها. وكان من يحمل هذه الكلمة في قلبه جليلا لا لحسب ولا لنسب ولا لجيرة، إنما لأنه يعلم أن هذا العبد يعظم الكلمة التي تعبد الله بها الخلائق لا إله إلا الله. كما أن المسلم يبقى في خوف، ومن خوفه أنه يخشى أن يسلب وتنزع منه هذه الكلمة إذا لقي أجله. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله في أخريات حياته على ما يحب جل وعلا، ثم ختم له بأن يقول لا إله إلا الله. وأسعد الناس قربا من الله من ختم الله له بأن يقول هذه الكلمة. وهذه لا يدرى من ينالها ومن يحرمها، لكن غالب الظن إن لم نجزم هذا مرد إلى السريرة، وهذه السريرة لا يمكن أن تظهر على قسمات وجهك، لا يعلمها إلا الله. والتجارة مع الله تجارة رابحة، ومن علم الله صدق سريرته
رزقه الله عند الموت أن يقول هذه الكلمة، ولو بدا له للناس بدا منه للناس ما لا يحبون، لكن يقول صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. اللهم إنا نسألك بأحب أسمائك إليك وأقربها زلفى لديك وأعظمها وسيلة عندك وأجلها زلفى لديك أن ترزقنا لا إله إلا الله عند الموت. اللهم ارزقنا هذه الكلمة عند الموت، اللهم ارزقنا هذه الكلمة عند الموت. ومن أسباب رزقها أن الإنسان لا يستكبر إذا قيلت. الله يقول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ذكر الله جل وعلا ما كان